قليل فين تلقى شي راجل اللي كيجذب الانتباه وما كتعرفش علاش هو داير هكا وعلاش فاش كيكون في شي محيط كيجذب الانتباه ليه واخا يكون غير ساكت. هذه هي اللي كنسميوها الكاريزما الصاد. الكاريزما هي القدره في التاثير على الناس بلا شعور، وهذا البلان راه ماشي ساهل. راه كتلقى بنادم مليونير ولاباس عليه وما عندوش كاريزما كيبغي يعوضها بفلوسه. الكاريزما الصاد ما كتشراش، كتكتسب. ورد البال تقدر تكتسبها وترجع تخسرها ولا تكون عندك وتخسرها. وخير مثال هاد خونا اللي يكون كلشي كيعرفو كونر ميغريغور، كانت عنده كاريزما زوينه وكان مهيب وكان داير بلاصتو، ولكن انفو دار الفلوس وردها على الخمر ضاعت له هذاك الكاريزما. وماشي غير هو، كاينين بزاف ديال الرجال اللي خسروها. الكاريزما الصاد بحال الجنس اللطيف، اهتميتي بها غتعطيك، هملتيها غتمشي عند حد اخر. ما كتعرف لا فقير ولا غني لا صغير ولا كبير. الكاريزما ما كتفرقش، تجي عندك الا كنتي كدير البلانات الصح وتخليك الا هملتيها. داكشي علاش ايغو هنايا وغادي يعلمك البلانات الصح باش تاخذها. عندي لك 4 ديال البلانات اللي غادي يخليوك تولي مهيب. ونبداو باول بلان. بقى حاضر، بقى ديما رد البلاصه. الا كنتي كتاخذ مكافاه الدوبامين من شي حاجه بسيطه بحال السوشيال ميديا او الفاست فود، نقول لك الساط راه عندك كاريزما ديال الفار. ما يمكنش تاخذ كاريزما وانت عقلك مشتت، وهذا سبب مباشر في ان الناس اللي دايرين بينا ما عندهمش كاريزما، حيت ديما كتلقى عقلهم محفزه بالتليفون اولا بشي مواقع اولا بالمخدرات، وما كتلقاهمش عايشين معانا، ديما مرفوعين. وبزاف ديال البلانات اللي كيخليو بنادم في الوهم بعيد على الواقع. ولا بغيتي الساط تكون جذاب ومهيب فراه ضروري تعيش اللحظه وتعيش الوقت الحاضر. وغادي نقول لك طلق العينين لنفسك الساط، وطلق الحواس ديالك تخدم. ركز مزيان ورد البال اي حاجه دايره بيك، وطلق الاحساس ديالك وشم اي حاجه دايره بيك. والبلان الثاني القوه ديالك. الطاقه ديالك ابرو متعلقه بالحضور ديالك. داكشي علاش فاش كيدوز من حداك شي واحد مهيب كتحس به وكتدور تبقى تقول علاش هذا داير هكا. وهذا الحضور راه ماشي غير جسديا، هو داخلي اكثر ما هو خارجي، بحال الكلمات اللي كتخرج من فمك وكيفاش كتخدم العواطف ديالك وفوقاش كتخدمهم. وهذا الشيء كامل كيساهم في القوه ديالك، وهذا موضوع اخر ولا بغيتي تتفرج له راه ديجا شرحته بواحد الطريقه اللي بسيطه شويه، وراه جاي فيديو اخر ان شاء الله عليه في كيفاش تاخذ قوه انت كراجل. والبلان الثالث عندنا وارمز، اولا كما كنقولوا ليها بالدارجه ديالنا التقوليه. باش تكون عندك كاريزما ضروري ما تكون ثقيل في افعالك وهضرتك وتصرفاتك. وهذا البلان من بين البلانات اللي كتخلي بنادم يبغي يدوي معاك وكيتجذب ليك. وهذا هو اكثر بلان مهم، هو تعمر الكاريزما ديالك بالتقوليه اللي فيك الساط وتدمجها مع الحضور القوي اللي اكتسبتي. ودابا يكفي كيفاش تخيلتي راسك كتبان قدام بنادم اللي حداك. وما كنقولش لك الساط تبقى مغوبش، بالعكس الضحكه والابتسامه ضروري. حنا عندنا واحد الفكره غالطه على الكاريزما، كيسحب لينا ان بنادم اللي منعزل هو بنادم اللي كاريزما، ولكن العكس. الكاريزما هي تخلي بنادم يبغي يتقاتل ويقرب ليك. وغالبا غادي تلقى جوج النواع ديال الناس، وحدين اللي ظريفين بزاف وكيضحكوا مع كلشي وقرابين من كلشي، وحدين اللي منعزلين بوحدهم وما كيدويو مع حتى شي واحد. ولكن بجوجهم الساط حتى شي واحد فيهم ما عنده كاريزما. خاص بنادم يعرف يجمع من بين التقوليه والسذاجه. البلان الرابع والاخير النبره ديال الصوت ديالك. النبره ديال الصوت ديالك مهمه جوج مرات على شنو كتخرج من فمك الصاط. السلطه والكاريزما هي النغمه ديال الصوت باش كدوي، واللي كتكون منخفضه قدر الامكان بشكل طبيعي. وبزاف ديال الناس تسمعهم كيقولوا ان الصوت وراثي، وراثي، ولكن الصوت ما كتعنيش ان ممكن لك تبدل النبره ديال الصوت ديالك. كاينه واحد الحاجه اللي سميتها التستوستيرون، كل ما كان عندك بزاف كل ما صوتك ولا مهيب اكثر. وهذا الفيديو ماشي في كيفاش تزيدو، كاينه واحد البلان اللي غادي يبدل لك النبره ديال الصوت ديالك. غدير يدك على كرشك وخذ نفس عميق حتى تحس بكرشك لصقات، عاد طلق التنفس بشويه. وهذا البلان اللي كنسميوه التنفس من البطن، وكيعاون بزاف من الوصول الاكسجين للرئتين، وثانيا كيعاونك باش توصل للنبره القويه ديال الصوت اللي عندك مخبيه. ولكن في نفس الوقت الساط الا ما رديتيش البال تقدر الطاقه تردك تبان سادش او لا قبيح ولا سميها كيما بغيتي. كيما يمكن لهذا البلان يخليك تهضر بصوت مهيب وزوين، فراه يمكن اللي يخليك تهضر بصوت عيان. وهذا ما كان في هذا الفيديو. عندك شي فكره خليها ليا في كومونتير، نشوفوا شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلا.